ربنا يستر. انا شاكه ان انت بتعمل نصيبه تحت. كل ده تحت يا عبدو؟ معقول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله بعد وبركاته. اذن حضرتك بس عايزين نخش عشان نشيل الانتريه. من حضرتك؟ انت ايه اللي تشيله؟ احنا شايلين الانتريه اللي جوه من استاذ عبده. مين اللي شاري انتريه؟ احنا اللي شايلين الانتريه، اخواتي تحت وعبده تحت لسه دافع له الفلوس، قال لي اطلع وانا هحصلك هناخد الانتريه. عبدو جوزي باع الانتريه؟ هو حضرتك لسه دافع له، كان عرضه على النت امبارح. عرضه على النت امبارح؟ اه. لا لا، احنا ما بعناش انتريه ومش عايزين نبيع انتريه. طب ازاي؟ طب هو خد الفلوس، كان واخد عربون امبارح وخد بقيه فلوس النهارده. قال لي اطلع انا هاجي وراك، انا المفروض دلوقتي اشيل الانتريه دوت دلوقتي بتاعي. لا انتريه ايه؟ ما هو ما قاليش وما بعناش حاجه. طب حضرتك انت هو ده يعني تعامل يعني انك تقفلي الباب في وش الضيوف؟ لا اصل انت حضرتك حد غريب، فانا فكرت ان انت طالع لا للسكن اللي والله، فوق. هو الفكرة اللي هو كان عرضه على النت امبارح، قلت له حضرتك عامل كام؟ قال لي عامل 15,000. قلت له بقول تمام. لحضرتك عبدو جوزي ما باعش انتريهات، واحنا ما بعناش حاجه، وانا ما بعتش حاجه. هو ما قاليش، ما هو لو باع الانتريه هيجي يقول لي. هو ما قاليش. يا فندم والله احنا الانتريه دوت شايلينه والله. لا اله الا الله. يا حضرتك اتكلم معاه، رن عليه، شوف الدنيا فيها ايه معاه. خلاص طب بصي، في سوء تفاهم، خلاص انا هنزل امدهله وهو يطلع، ولا بعد كده امدهله اطلع اشيل الحاجة بتاعتي. طيب معلش ندوه، يا معلش. اما لو كده خد فلوسي. طيب ماشي. ماشي شكرا. يا نهار اسود. انتريه ايه؟ انتريه ايه اللي انت بعته؟ هو عاد في حاجه في البيت تتباع؟ ده انت بعت لي التلاجه وبعت لي اوض النوم، ده احنا بننام على انتريه. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي. اما تطلع، اما تطلع يا عبدو. ماشي. حتى التليفون معلق، حتى التليفون معلق. انت منزله الراجل ليه؟ في ايه؟ الراجل طلع يشيل انت ليه؟ بتحرجي لي ليه؟ تعالى يا عبدو، اقعد، عايزاك. اقعد. هو ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ هو انت بعت الانتريه بجد؟ اه بعته. ناقص تبيع ايه تاني؟ ناقص تبيع ايه تاني؟ الراجل جاي يشيل انت ليه واداني فلوس. وانت المفروض لما تعمل حاجه زي دي مش تعرفني؟ ده انت بعت اوض النوم يا اخي. ده احنا بنبات على الانتريه وبنبات على الارض. اعمل ايه يعني؟ عايز اعوض الخساره بتاعي. تعوض الخساره؟ ياه. هتخسر ايه اكتر من اللي خسرته؟ سيبك من اللعبه دي بقى، حرام عليك. حرام عليك، ده انت خسرت، ده انا خسرت كل حاجه بسببك. ده انا متدينه من الناس كلها. ده انت حتى مستلف 20,000 من ابويا ما انتش عارف تسددهم. المره دي حق الانتري ده هحطه على هشحنه على اللعبه وهعوض. هعوض الخساره المره دي ومضمونه. مضمونه. انا مش مسامحاك. انا والله ما مسامحاك. طب ما احنا كنا حلوين عايشين بال2000 جنيه اللي انت بتقبضهم وكانت مرضيه. فاول مره كسبت مره واتنين وتلاته، ودي فلوس حرام. بقول لك دي فلوس حرام. فلوس حرام ازاي؟ ايوه فلوس حرام. لما اشحن ب 500 جنيه ويجي لي قصادهم 5000 او 6000 يبقى حرام. حرام من تكه زرار. لا حرام. ومن تكة زرار برضو قلبت لك حياتك. بعنا البوتاجاز بتاعنا، بعنا التلاجة، بعنا الغسالات، بقيت بغسل على ايدي. اوضه النوم بعناها، ما عادش غير الفرشه الحافظه دي، والحافظه اللي في المطبخ، والانتريه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ والازاز المره البلاستيك اللي بنشرب فيه. الراجل تحت جاي يشيل انتريه، اداني الفلوس بتاعه وشحنتها على اللعبه خلي عندك عشان دم. العب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبني فيا ليه انت دلوقتي؟ ناقص تبيعنا هدومنا اللي علينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مش مسامحاك. المره دي مضمونه يا هديه، خلي الراجل ياخد الانتريه، اجيب له فلوسه منين؟ فكرك ان انا هصدقك؟ انت فكرك ان انا هصدقك؟ انت تبطل اللعبه دي، يا اما يا ابن الحلال تبعت لي ورقه طلاقتي عندك. ورقه طلاق يا هديه؟ مش وقته. خلي الراجل ياخد الانتريه واخد بقيه الفلوس، احطها مع الفلوس التانيه والدور ده مضمون. هيعوض كل اللي فات. على ما اظن انا قلت لك، يا اما يا ابن الحلال تظبط نفسك وتتعادل وتراعي ربنا في بيتك وفي شغلك وتمشي عدل، يا اما تبعت ماشي. ورقه طلاقي عند اهلي. حاضر. الدور المره دي بس، لو ما حصلش، لو ما انا حصلش نصيب. كلامي قلته. بص انا مش عايزه كلام تاني. طب. مش عايزه كلام تاني. هتتكلم اكتر من كده هرن على ابويا اقول له تعالى خدني وهعرفه بكل اللي بيحصل، واقول له ان انت ما تعرفين إيه؟ اتظبطتش. هقول له ان انت ما اتظبطتش لان هم قالوا لك انت لو ما اتظبطتش تطلق بنتنا. طب ما تدخليش اهلك بس، بعدين. خدي بس النبي ما تدخلي اهلك في الموضوع. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ الراجل انا خدت منه الفلوس، اجيب له منين ال 15,000 انا دلوقتي؟ انا شحنتهم على اللعبه وخسرت نصهم امبارح. مش عارف، لازم اتصرف. هروح لاخويا، هو اخويا اللي هقدر اخد منه الفلوس.